عشان المرأة تتقبل المناصب لازم تكون على كفاءة. مم. لما تكون المرأة ذات كفاءة وعندها العلم واليقين علشان تقدر تدي بدون تدي في المكان اللي هي فيه أو المكان اللي هي فيه. يعني حضرتك شايف ان المرأة لازم تكون ذو كفاءة طب عشان يعني زي ما بنقول كده الست المناسبة في المكان المناسب. تمام. هل تتوقع يا فندم ان في التشكيل الوزاري الجديد آه، المرأة يكون لها نسبة يعني أفضل من الحكومة السابقة؟ أتمنى أتمنى لأن المرأة كمرأة بتكون آه، دايما حذرة، دايما شايفة إن أنا لازم آه، أكون في المكان، عشان أكون في المكان ده لازم أتعامل بشكل يرضي نفسي ثم القائد. هل تعترض حضرتك المرأة أن تكون وزيرا للداخلية؟ هي صحيح المرأة تكون عندها كفاءة ولكن صعب. كمنصب الوزير الداخلية صعب. الوزير الداخلية صعب في المجتمع، يعني مجتمعنا احنا في المجتمع في مصر، المصري. احنا في مجتمع الشعب المصري يمكن هيبقى وزير دولة ممكن الشعب مثلا ما يقتديش. احنا يعني المشكلة في المجتمع. في المجتمع هل المجتمع هيوافق أم لا؟ طبعا لأن في بعض الدول التانية بقت رئيس الجمهورية طيب نعم. مش وزير الداخلية، مش وزير الداخلية. فهي المرأة تقود عادي. لكن بالنسبة لمجتمعنا احنا مجتمع الشعب المصري لا مش شايف حضرتك إن الرأي العام أو الشعب المصري يعترض طبعا. كوزارة الداخلية تاخدها واحدة ست. تاخدها ترأسها سيدة أو لا. تمام. طب هل حضرتك شايفة إن المرأة نجحت سواء كانت وزيرة أو محافظة؟ حضرتك طبعا عارفة إن كان عندنا محافظة يعني 50 يعني في كذا محافظة محافظات يعني. بس يمكن أكتر حاجة أنا متابعاها تسهيل الحركة والانتقالات ده، وعارفة إن المرأة بتدي في كل المجالات سواء محافظة أو قضية أو كده. هي المرأة فعلا بتثبت كفاءة في كل منصب تتقلده. يعني نقدر نقول إن يعني سلك في وجودك في الحكومة السابقة. وإلا ما كانتش لغاية النهاردة المرأة فعلا فرض وجودها في المجتمع بشكل إيجابي، لأن كل ما كان أو كل منصب بتتقلده المرأة بتبرز فيه، حتى الوحدات الرسمية. دلوقتي كل واحدة فاهمة هي بتواجه الناس بإيه، إيه هي الفكرة اللي ممكن توصلها للناس اللي جوه البيوت اللي ما بتخرجش. يعني خلاص كل واحدة ست عارفة أنا عندي هدف محدد. شايفة إن حقوقكم كنساء مصريات خدتوه ولا في حاجة حضرتك شايفة إن يعني محتاجين حاجة معينة؟ ودايما الطموح خالص، طموح يعني كل سيدة حابة إنها تكون الأحسن الأفضل. ثم هي بتدي في مكانها. السؤال بمعنى آخر، هل لبت الدولة مطالب النساء في مصر أو المرأة المصرية؟ نعم. أشكرك.